مرحبا، اسمي فاطمة ابنة الأمير إسماعيل باشا حفيد والي مصر محمد علي. والدتي شهرة فاز هانم. ولدت في قصر المسافر خان بحي الجمالية في القاهرة عام 1853 شهر يونيو. يتولى والدي حكم مصر لقب بالخديوي. أما عن إخوتي الأميرة توحيدة والأميرة جميلة فاضل والأمير فؤاد الأول والأمير حسين كامل والأمير حسن والأميرة أمينة والأميرة نعمت والأميرة أمينة والأمير راشد بيك، الأمير علي جمال باشا والأمير محمود مهدي والأمير توفيق، أمير إبراهيم حلمي والأميرة زينب هانم. تعليمي ولم يكن هناك تعليم للفتيات سوى قليل. كنت أحب الفن والثقافة والتعليم، وتزوجت من الأمير توسن ابن محمد سعيد باشا في سن 18 عام 1871 ميلادية. كان احتفالا أسطوريا. قدم لي تاجا من الألماس ثمنه 40,000 جنيه، وكان فخم مع الفستان الأبيض من الحرير الفرنسي مرصع بالجواهر بأغلى اللؤلؤ، ويبلغ طوله زيادة عن 15 متر، وكانت ترفعه الجواري. أنجبت منه الأمير جميل والأمير عصمت. ثم بعد وفاة زوجي عام 1886 ميلادية تزوجت من الأمير محمود سري باشا، وأنجبت منه 3 أولاد وبنت. الأعمال التطوعية والخيرية أنا وزوجي. عندما علمت من طبيبي محمد علوي باشا عام 1906 أن الجامعة لا يوجد لها مكان محدد يعلن في جريدة الأهرام، فقررت أن أساعدهم بإنفاق 400 جنيه سنويا لإيجار من مبنى خواجة خانكليس للجامعة. 1908 فقد تنازلت عن 6 أفدنة للحرم الجامعي مع 3357 فدان مع 4 قيراط و14 سهما، ولكن التكلفة كانت أعلى. فكرة بيع مجوهراتي خارج مصر بأعلى سعر ولا بيعهم محمد علوي باشا. هناك مجوهرات توارثتها وهناك لا، منهم عقد من الزمرد وعقد من أحجار الألماس البرلند وقطع من الألماس جزء دائري بواسطة حجر وزن 20 قيراط وحوالي 10 قطع، وسلسلة مطعمة ب14 قطعة كبيرة و56 قطعة صغيرة من الألماس البرلند شكل ريشة، وقلب يخترق السهم، وسلسلة من الذهب، وقطع مجوهرات أخرى مثل خاتم فص هرمي من الألماس المائل للزرقة. المال الذي جاء من المجوهرات 70,000 جنيه. المهندسين وخبراء البراعين لبنائها على أحدث طراز. في يوم الاثنين 30 مارس عام 1914 قام بإنشاء الاحتفال لوضع حجر الأساس بزعامة الخديوي عباس حلمي الثاني. أحمد فؤاد باشا تولى منصب كرئيس جامعة وأعضاء مجلس إدارتها. في الحفل من كبار الأمراء والعلماء والصحافة والأدباء والرؤساء وأعضاء الجمعية التشريعية وقناصل الدول. لم أبخل بالمال أو الأراضي أو المجوهرات في سبيل تحقيق حلم في هذا الوقت. ومن مؤيديني مصطفى كامل غرماوي بيه. قد وقع الاختيار المكان الجيزة، ولكن هناك تبرعات أخرى من ورث عمي سعيد باشا لي بمساحة حوالي 30 فدان و16 فدان في بولاق الدكرور غير جمعي للجواهر وبيعها، و674 فدان في الدقهلية وتبرع ب100,000 جنيه. وقد تنازلت عن سرايتي 125,000 متر مربع لمنحه للحكومة، وكنت السبب في شرارة مدفع الإفطار في إحدى أيام رمضان. كان الجنود ينظفون المدافع الحربية الجديدة تمهيدا لتجربتها، ولكن انطلق من مدفع منهم عن طريق الخطأ طلقة في السماء، فأذن معها مؤذن المغرب أيام رمضان، فعجبتني الفكرة وقمنا بتنفيذها بعد ذلك، وعرفت بمدفع الإفطار.
توفيت في 18 نوفمبر عام 1920، وقاموا بإنشاء لوحة جدارية لتكريمي على مجهوداتي في كلية الآداب. كل المعلومات اللي توصلها، ولو عندك معلومات اكتبها لنا تحت كومنتات. كان معكم نرمين، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، تكتبوا لنا تحت في الكومنتات عايزين عن ايه المرة الجاية، وما تنسوش تفعلوا الجرس.